يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجه جميله. من فضلكم فعلوا الجرس، عايزه اشتراك وتعليقات. قبل اي كلام صلى على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين، في الملأ الاعلى ليوم الدين وفي كل وقت وحين. تعالوا نسمع المشكله دي، مشكله عجيبه غريبه. إيه، هل انتوا هتصدقوا؟ زي انا كنت في الاول مش مصدقه، بس صدقت. ما هو كل حاجه لازم نصدقها في الدنيا دي. ليه يا صفا؟ خير، اللهم اجعله خير. خير يا جماعة، اللهم اجعله خير. واحدة متجوزة، اه، واتجوزت وخلفت وولادها جوزتهم وكل حاجة. بس جوزها اجا لوقت ما عادش بيعرف يعمل العلاقة الزوجية، وهي ست ما تعرفش تعيش من غير العلاقة الزوجية. طلبت الطلاق منه وقالت له اتطلقني. قال لها ليه؟ قالت له اتجوز راجل تاني. انا واحدة لسه في عز شبابي، وانا مش هتكسف. انا واحدة عايزة حقوق الشرعية زي اي ست في الدنيا. هو عيب؟ طالما انت ما عدتش بتقدر تعطي العلاقة، خلاص يبقى انت كده انتهيت بالنسبة لي. انا عايزة راجل يدلعني ويمتعني ويعمل لي كل اللي انا عايزه. ما كانش هيخلعك. الراجل ده روحه فيها، يعني مخليها تاج على راسه طول عمره، وممسكها الفلوس بتاعته، مش مأخر منها اي حاجة. فهي جوزت الاولاد، يعني ست في الخمسينات، بس لسه عندها شعور واحاسيس وحابة الحياة. والله انا بحيي كل ست ارملة عايشة من غير راجل وصبرت وجوزت اولادها وبقت ست. يعني انت والرسول كده ان شاء الله باذن الله. لكن في ستات لهم رجالة وبرضه مش مالي عينهم. فالراجل قال لها طيب بالله عليك ما تخلعيني ولا تسيبيني، انت عارفة انا بحبك قد ايه. قالت له امال اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ قال لها طيب ما انا موجودة اهو، ما انا بدلعك وببوسك وبحضنك ويعني. قالت له لا، ما هو مش ده كل حاجة، انا عايزة العلاقة كاملة. إيه، هي بتقول خلاص، يعني مش عارفة والله اقولها ازاي. يعني ما عادش عنده علاقة خالص، يعني هو كل اللي بيعمله الحاجات اللي هي الدلع والكلام ده. اكيد انتوا فاهمين عايزة اقول ايه. فالراجل بيحبها جدا جدا جدا، بيعبدها عبادة، يعني استغفر الله العظيم، بيعشقها. فله اخ اصغر منه. اخ ده ارمل، مراته ميتة بس ما اتجوز، بس صحة. فقال لها اقول لك على حاجة. قالت له قول. قال لها انا هعرض عليك اخويا، هيجي كل يوم وانا مش موجود، وهسيب لك ساعة معاه تشبعي رغباتك، وهيعمل لك العلاقة من الالف للياء، وتفضلي معايا وتقعدي معايا. قالت له ماشي، انا موافقة. على الاقل هو اولى من الغريب، اهو سيلفي وعارفني وعارفاه وبيننا عشرة عمر. قال لها يعني مش هتتحرج؟ قالت له اتحرج من ايه؟ ووافقت. الست وافقت. معقول؟ انتوا يعني الواحد لما سلفه بيجيله بيلبس الاسدال وفوقه اسدال ولغايه بصوا. يعني هقول لكم ايه، هل دي ست سويه؟ هل دي ست طبيعيه ولا شاذه؟ شاذه. يعني ايه؟ يعني عايزه العلاقه على طول، مش طبيعيه. ووافقت يا جماعه، وافقت. يا نهار ابيض، وافقت. وفعلا سلفها ما هو راخر. هو غلبان جدا ومش عارف يتجوز ولا عارف يجيب واحدة مكان مراته، و
ما معهوش امكانيات. هو حتى اخوه كان دايما يقول له ما بتتجوزش ليه، يقول له اتجوز منين؟ الست عايزه كل طلباتها وانا ما معيش. فالاتنين كملوا بعض، ويوميا سلفاه بيجي وهايص مع مرات اخوه اللي هي محرمه عليه زنا المحارم، والتاني الامور ماشيه تمام تمام، وبينام في حضن مراته وعلى قد ما بيقدر بقى اهو. بس اخوه قايم بالواجب وبيقوم العلاقه يوميا مع مرات اخوه. هما في بيت عيله، الحما يعني ابوه وامه ميتين، هم اخين، واحد مراته ميته بس فقران مش عارف يجيب زوجة تانية، والتاني غني جدا بس ما عندوش صحة ولا عنده علاقة، ما بيقدرش يعمل العلاقة الزوجية، واخوه قام بالواجب. انتوا الاتنين في نار جهنم وبئس المصير. انت تيوس واخوك زاني ومراتك زانية، مش هتوردوا على جنة. حسبي الله ونعم الوكيل. ست ايه اللي تجوز ولادها وجدة وتقول له هخلعك عشان عايزة العلاقة؟ هل هي كده اتصرفت صح هي وجوزها؟ هل الحياة دي يعني حياة طبيعية زي اي عائلات محترمة؟ الواحد هيطلع من شعوره. طب بقول لكم ايه، اسمعوا المشكلة وعايزة ارائكم واشوف يا جماعة هتقولوا ايه، علشان انا عاجزة عن الرد. هتقولوا لي بقى معقولة بيحصل كده في الدنيا؟ اقسم بالله كل ما يخطر على بالكم بقى في الدنيا دلوقتي خلاص يعني هيقول لك احسن ما اطلقها او تخلعني، هي كده كده هتسيبه. لا، احسن ما تعمل العلاقة مع واحد غريب او تتجوزه، هتبقى في حضن تغسله وتطبخ في حضن ونفسها في نفسي كده وفي حضني، واخويا يقوم بالواجب. اسمعوا المشكلة وعايزة اراكم واقول لكم اشوفكم على خير في مشاكل اخرى. سلام.